أستاذ تروب هتمشي، والنبي لأ، ما تمشيش أرجوك، أرجوك ما تسيبهمش، أنت بتحبهم أنا عارف. تحبوا نبدأ بإيه؟ الأهلي والّا الزمالك والّا المنتخب؟ أقول لكم والّا تقولوا لي أنتم؟ أقول لكم. هنبدأ بالأهلي. الأهلي بقالنا كتير طبعًا ما اتكلمناش عنه، كنا عايشين مع الزمالك في القصة الحزينة اللي كان فيها دي، يالّا الحمد لله. سوري، أو لا مؤاخذة، اللي أنتم عايزينه. الأهلي عنده شوية مشاكل وشوية حاجات حلوة، بس الحاجات الحلوة كتير. إيه بقى الحاجات الحلوة؟ الرعاة. الأهلي خد رعاية ال4 سنين الجايين دول أرقام وفلوس وإيه بقى، تيشيرت هنا وهنا 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 وشورت ناقص يعملوا وشم على رجل اللعيبة بالرعاة. الأهلي لامم حوالي 4 مليار جنيه من الرعاة ال4 سنين الجايين. على إيه مش عارف. تالت دوري، احتمال ما يروحش أفريقيا بنسبة 20%، مش هيوصل إن هو ياخد الدوري. ليه الرعاة دي كلها بقى؟ مش عارف. بس هو يعني بنتكلم على الأهلي برضه عشان الناس الأهلاوية ما يزعلوش مني. أنا متحيز شوية وباتكلم بغل شوية، بس ده الطبيعي. الزملكاوي لازم فيه الحتة الزملكاوية دي، والأهلاوي هيتكلم بالحتة الأهلاوية بتاعته. ده بيتمنى إن ده ما يكسبش وده بيتمنى إن ده ما يكسبش. بس ده كل ما في الموضوع. الأهلي معاه 8 رعاة، 2 على التيشيرت طبعا هنا بتاعت الموبايلات الجميلة اللذيذة، هنا شركة تانية، في الظهر شركة عربيات، وعلى اليمين والشمال اتحسبت شركتين تانيين. فحدث ولا حرج على رعاية الأهلي. والبث كمان اديت له، خد حق رعاية البث ال4 سنين الجايين، فالأهلي متعشية معاه. اللهم زد وبارك. فده بالنسبة للرعاة بتوع الأهلي. تمام. بالنسبة لتروب بقى، أستاذ تروب هتمشي، والنبي لأ، ما تمشيش أرجوك، أرجوك ما تسيبهمش، أنت بتحبهم أنا عارف. سمعت إن في اتفاق إن هو هياخد 5 شهور شرط جزائي. ده أو الأهلي أهم حاجة فيه إنه بيدفع. عايز 5 شهور خد، عايز 6 شهور خد. فهو بيقول إن وصلوا لاتفاق إن هو هياخد 5 شهور شرط جزائي، وهيمشي بعد ماتش المصري. دي حاجة بالنسبة للأهلي، ده إنجاز أصلا إن هو مشاه. أكيد ما هو راجل فاشل لازم يمشيه، فإن هو يوصل معاه إن هو 5 شهور بس، دي كسبان. والله الأهلي كسبان، كسبان كتير كمان. فكده تروب هيخلص ماتش المصري وهيتوكل على الله على بلده واخلع. طبعا الاهلاويه قعدوا يدعوا عليه. الراجل طبعا مرمي في المستشفى دلوقتي، لا حول له ولا قوه. والاهلاويه بيتمنوا اللي هو يتعب اكتر كمان. فربنا يشفيك يا تروب، وتخلص ماتش المصري ده على خير وتتعادل. مش عايزك تخسر يعني، عايزك تتعادل او تكسب وانا اكسب. انت فاهم يعني؟ وان سيتويشن. خلينا احنا الاتنين ايه حبايب. هناخد الدوري، انت تطلع تاني، نطلع مع بعض افريقيا، يبقى الحمد لله. فخلينا حبايب. ده كده بالنسبه لتروب. يبقى كده تروب ايه؟ 5 شهور وشهر مكافأة، يعني 6 شهور. انا بقى وجهة نظري الشخصية ان تروب مش حد يحس ان هو مش هيوافق، بس بيقولوا ان وصلوا اتفاق، فخلاص قشطة يعني. ربنا يسلم في حتة تانية بعيد عننا بقى. ده كده بالنسبة لتروب. بالنسبة للرعاية، بالنسبة للاعيبة الاهلي الاجانب، لعيبة الاهلي الاجانب، الاهلي ناوي يستغنى عنهم كلهم. مش كلهم، هو هيسيب بن شرقي بس تقريبا. عندك بقى كاماويش ده هيمشي، جلاديشار دوت خلاص هيمشي، هو راجع من اعاره.
بس هم الاهلي مش عايزينه، هيمشوه. النادي بتاعه لغايه دلوقتي ما فعلش بند الشراء، وبيقول ان هو مش عايزه، فالاهلي لازم يوصل معاه لنقطه، وبرضه هيديله فلوس عشان يمشي. عندك كريستو، عندك اشرف داري، عندك رضا سليم. عندك بقى اشرف داري وجراديشار، دولت كانوا في اعراض، والنادي بتاعهم ايه، هيرجعهم، مش هيفعل بند الشراء بتاعهم. فدي مشكلة عند الأهلي، اللي هو إيه، واحد بياخد مليون دولار والتاني بياخد مش عارف 900 ألف. فدول لازم يتراضوا عشان يمشوا. فالأهلي كده كده هيوصل معاهم إيه لنقطة وصل. كده كده هو ناوي يستغنى عنهم الخمسة، زي ما قلت لكم: أشرف داري، كريستو، جراديشار، كامويش، اسمه إيه، رضا سليم. في بقى خبر تالت بيقول أكرم توفيق. أكرم توفيق ع... الأستاذ سيد عبد الحفيظ راح يتكلم معاه وعايز يرجع الأهلي. أكرم توفيق عايز مليون دولار. طبعا الرقم اللي عرضه الأهلي مع سيد عبد الحفيظ الرقم ده أقل من كده بكتير. فأكرم توفيق لو اتفق مع مستر سيد عبد الحفيظ هيرجع الأهلي، لو ما اتفقش معاه مش هيرجع. بس الرقم اللي أكرم توفيق طالبه هو مليون دولار. ف ده برضو مع الوقت هنعرفه، وهنشوف أكرم توفيق هيوصل مع سيد عبد الحفيظ على ايه. عندك هيثم حسن، هو مش هيروح الأهلي قولا واحدا، مش هيروح الأهلي. هو عايز يلعب في أوروبا ويفضل لاعب في أوروبا بس. ده بالنسبة برضو لإيه، لهيثم حسين. كده احنا اتكلمنا على الأجانب بتاعت الأهلي وخلصنا منها، وقصة الأجانب. طبعا الأجانب كلهم، أي حد عايز يطلع بفلوس هيطلع. ما تقنعنيش إن أشرف داري ولا جراديشار هيقولوا مع السلامة يا حبيبي، باي باي، ايه انا ماشي، انا بحبكم، سلام، مش عايز منكم حاجة. لا، هيتكلموا فلوس. فالاهلي عليه ضغوطات برضه، فلوس. هو هياخد فلوس من هنا هيدفعها هنا. نيجي بقى للبوب، للكبير. عارفين مين الكبير؟ امام عاشور وادم وطني. الاهلي بيقول ان هو مش عايز يتعامل مع ادم وطني، وامام عاشور الوكيل بتاعه ادم وطني. مش فاهمكم يا جدعان، والله والله ما فاهمكم. وكيله يقول ان هو هيروح قطر او السعوديه، هو يقول انا في الاهلي الى الابد. الاهلي يقول لك مش هتعامل مع ادم وطني. ودنك منين يا جحا؟ طب انا كاهلي هتعامل مع مين؟ ادم وطني؟ انا مش عايز اتعامل معاه، هروح اتعامل مع مع امام عاشور دايركت. ما اعتقدش ان امام عاشور هيتعامل دايركت من غير ما يعرف ادم وطني. ادم وطني هو اللي هيجيب له العروض. ففي ايه يا جماعه؟ يخرب بيت اللفه. لا، كتير قوي اللفه دي يعني، لفه بنت حرام ما تخلص. انا هجدد. اطلع كده، اطلع كده قول انا هجدد. يا اما اطلع قول انا مش هقدر اجدد، زي ما عملت مع الزمالك. والله انا جالي عرض ومش هعرف اجدد، سيبوني احترف. اطلع قول كده. ولا اشمعنى دي مش عايز تطلع تقولها؟ يا اما في مفاجأة احنا مش عارفينها بقى. ايه المفاجأة؟ الله اعلم. بس في مفاجأة اكبر في الاهلي بقى، فكك من امام عاشور، في مفاجأة اكبر في الاهلي. تريزيجيه جاي له عرض. تريزيجيه عقده فاضل في 4 سنين، وجاي له عرض خارجي في الامارات او قطر. العرض ده بفلوس كتير جدا. مع احتمال كبير تريزيجيه يمشي، انا بقول له تريزيجيه ممكن يمشي من الاهلي. فكده انا لميت لكم الاهلي. لا، ما لميتش الاهلي، ستام ده فيه نقطة كبيرة جدا. حكم مباراة الاهلي ومصر، امين عمر. ايه يا امين؟ تعمل ايه من الاربع يا امين؟ لا يا امين، ما خليك كده، انت فاهم. ربنا يستر. فامين عمر هو الحكم بتاع ماتش الاهلي. ف
الحكم ده حكم تقريبا 5 ماتشات، اخر 4 ماتشات للاهلي، من اللي هو كان فار وكان حكم ساحه تقريبا يعني على ما اتذكر. وادي الماتش الخامس. فانا كده الاهلي هيكسب، انا مطمن الاهلي كده كده هيكسب، سواء بقى المصري بالمدرب بتاعه كابتن عماد النحاس. طبعا حدث ولا حرج، اهلاوي اهلاوي اهلاوي. اللي هو انت هتجيبه كده. اتفضل يا كابتن عماد. اي فريق قدام الاهلي هتلاقيه الدفاع ده شربه، فكده كده الاهلي هيغلب. تمام. فمبروك عليكم يا اهلي ماتش المصري، مبروك عليكم امين عمر، وان شاء الله ان شاء الله تتعادلوا، هتتعادلوا. اتوقع تعادل الاهلي مع المصري 1-1. كده بالنسبة لأخبار الأهلي أنا لميتها لكم. أعتقد الأهلي كده ده تفاصيل اليومين اللي فاتوا، ما ده كل الجديد في الأهلي، ما أعتقدش في حاجة تانية يعني. ولو في حاجة جديدة أكيد بكرة هقول لكم، أو هتلاقوني طالع فري، طالع بقول كل حاجة يعني، أو ستوري. متنسوش بس لايك والسبسكرايب والشير يا جماعة والنبي، دعمونا شوية كده، ادونا دفعة لقدام، والنبي ادونا دفعة لقدام. نخش بقى على ايه، اخونا الزمالك حبيبنا وحبيب الكل. الزمالك عنده طبعا اصابات كتير، الاصابات دي كتير جدا، عنده حوالي 4 اصابات او حاجة. طبعا بعد ماتش نهائي افريقيا، الزمالك اللعيبة بقى كانت شايلة في نفسها وزعلانة وكده، وراحوا التمرينات وبتاع. جون ادوار قعد مع اللعيبة قال لهم يا جماعة احنا خلاص دي صفحة واتقفلت، نركز بقى في اللي جاي، عندنا ماتش يوم الأربع نكون أو لا نكون، ننسى اللي فات نركز في اللي جاي. لو فضلنا كده مش هنركز في اللي جاي. دي كان ملخص القعدة يعني بتاعت جون ادوار مع اللعيبة. اللعيبة بدأت تمرين، طبعا في ناس عملت ريكفري، وفي ناس بدأت تمرين بالكورة، والحمد لله الدنيا ماشية. طبعا الزمالك عنده إصابات كتير، عندك عمر جابر، عندك محمد إسماعيل، عندك المهدي سليمان، عندك مين تاني، في واحد رابع، أحمد فتوح. الأربعة دولت بنسبة 90% مش هيشاركوا الماتش المصري. مصري ايه بقى، احنا سيبنا الأهلي خلاص بقى. ماتش سيراميكا كليوباترا اللي مدربه علي ماهر، الأهلاوي الصميم، هيلعب أكنه بيلعب نهائي كأس عالم. أنا بقول لكم نهائي كأس العالم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، فربنا يستر برضه يعني. طبعا الحكم الألماني ساشا هو اللي هيدير ماتش الزمالك وسيراميكا. في نقطة بقى عايز أتكلم فيها كده، تبع نرجع شوية لورا كده، تبع الاتحاد الأفريقي. يعني إيه، يعني إيه نفهم أنا إيه يعني إيه. يقولوا الاتحاد الأفريقي يقول إن الجايزة بتاعة الوصيف 2 مليون دولار، والجايزة بتاعة المركز الأول 4 مليون دولار. يجي يقول لك ده خطأ كان حصل على الموقع وإحنا عدلناه والجايزة. إيه يا جماعة، إحنا مش عيال صغيرة، إحنا لسه إحنا كبرنا. يعني إيه يعني كانت خطأ على الموقع وعدلناه؟ يا فرحتي، ده إيه، إحنا بنلعب في الشارع كورة ولا إيه؟ أكيد لأ. فلازم تنظموا نفسيكوا يعني، مينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. يعني يا فرحتي اللي هو 2 مليون دولار التاني، بعد ما خدنا التاني ايه ده، مليون دولار، ومش هناخد مليون دولار كمان عشان انا غرامات. يا كنت من النص يا حلو انت، جاي تفاجئني بعد الماتش. مفيش نظام، انت عارف العيب في النظام يا بهاي. النظام. مهدي سليمان احتمال يبقى خارج كاس العالم بسبب الضمه، ممكن ياخد مكان احمد الشناوي او بلعوطي. بس ان شاء الله ان شاء الله مهدي سليمان يلحق يعني يبقى كويس، وايه وينزل التمرين ويروح كاس العالم، عشان هو يستاهل انه يبقى في كاس العالم. عايز اتكلم في حاجه تانية. شركه الكوره، فين شركه الكوره بتاعت الزمالك؟ يعني انتوا فين؟ نايمه، هنعمل شركه كوره، هنعمل شركه كوره، مفيش شركه كوره.
عندك الغريب التقليدي عنده شركة كورة عاملاه شغل رائع الصراحة. انت فين يا معلم؟ انت فين؟ تعبتني، انت فين؟ كل حاجة هنعمل هنخلي هنسوي، ليه كده؟ اعملوا نفذوا ما تتكلموش. عارف انت لو نفذت وفاجئنا، يا هنقول لك شابوه يا معلم الله عليك. لكن انت ما فيش خالص. والله تعبنا، والله تعبنا. نفسي الزمالك يبقى فيه نظام. لو عارف لو فيه نظام الدنيا تتحل والله. ف برضه يعني يا ريت، يعني يا ريت يا ريت يا إدارة الزمالك يبقى فيه نظام. في أخبار بتقول إن كابتن حسين لبيب مش هينزل انتخابات الزمالك الجاية. يا رب، يا رب اللهم تقبل يا رب منه يا رب ما ينتج يا رب. حاجة تانية، دعينا لك كلنا كابتن. يا رب، يا رب. تاني اهو، عشان ايه يبقى يا رب يا رب يا رب. ويجي بقى ناس تبقى فاهمة بقى، يعني كفاية بقى القديم، كفاية القديم بقى وكفاية اللي احنا فيه. يجي بقى ناس بقى عايزين بقى حاجة كده، ناس داخلة كده اللي هو انا داخل فاهم الزمالك فيه ايه، هنعمل 1 2 3 4، هنوصل ل 1 2 3 4، الزمالك هيبقى في السنة الفلانية في الحتة الفلانية. خطة 1 بلس 1 ايكوال 2 يا معلم، مش 1 بلس 1 ايكوال 5. 17 ايقاف كده يا مؤمن. يا مؤمن ايه يا حسين، 17 ايقاف كده. هتحمل على اللي قبلك؟ ال 17 في مجلسك في سنينك، ما تحملش حاجة على اللي قبلك يا معلم. كفاية كده على السلة صح؟ كفاية. ايه تاني؟ طارق حامد. طارق حامد بيقول هيمسك قطاع الكورة في الزمالك. يا رب يا رب يا كابتن، يا رب والله انت كادر اداري وكادر يعني ناجح و... واشك انك مش هتفشل، لا هتنجح. انت يا كابتن هتنجح. انت عندك فكر، تتعلم، ع... بتحب الزمالك، زملكاوي اصيل. اصيل دي حط في 100 خط، مش زي التانيين. فده كل حاجة عن الزمالك، ناقص حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد قعد مع جون ادوارد، جون ادوارد قال له مفيش عروض يا حسام هنتكلم فيها غير بعد ما تاخد الدوري. سمعت يا حس، سمعت يا روحي، اكسب الدوري وبعدين نقعد نتكلم. انا كزملكاوي والله ما ماسك فيك يا ابني، انا عادي، انت عايز تحترف ده مستقبلك وحقك. لكن مش كل شويه حسام عبد المجيد راح الاهلي، حسام عبد المجيد رايح بره، حسام عبد المجيد رايح شمال، حسام عبد المجيد رايح يمين. يا عم اخلص، خلص الدوري ونتكلم. عندك كاس عالم، يمكن بعد كاس العالم يجي لك عرض توب التوب. اهدى على نفسك يا عم حسام. تعبتنا معاك يا اخويا، تعبتنا معاك يا اخويا، لففتنا حوالين نفسنا يا اخويا. شويه حلو شويه وحش، ايه يا اسطى؟ ايه يا قلبي؟ والله تعبت. وده كده، كده احنا خلصنا الزمالك والاهلي. نخش بقى على منتخب مصر. منتخب مصر عنده ماتش يوم 28/5 مع روسيا، يا في استاد العاصمة يا في استاد القاهرة، يا ده يا ده. هي ماتش ودي دولة عشان التصنيف. ما هو انت لو لعبت ماتش ودي من غير تصنيف هي فرحتي، لكن هو كابتن حسام عايز يلعب الماتش ويبقى مصنف. انا لو تعادلت كسبت هنطلع في التصنيف مش هنقل. ان شاء الله تكسب يا كابتن حسام. عندنا ماتش مع روسيا يوم 28، هنسافر يوم 30، هنلعب مع البرازيل يوم 6/6. ماتشين وديين دوليين بصراحة حلوين. طبعا القايمة بتاعت المنتخب هتبقى 26 لاعب. أعتقد والله أعلم إن 26 لاعب دول بتوع قايمة أسبانيا. لما لعبنا أسبانيا قايمة 26 لعيب هم دول.
مفيش بس غير المهدي سليمان الإصابة، ممكن ياخد مكان أحمد الشناوي أو البلعوطي، بس غير كده هي نفس القائمة. ناس كتير سألت على حمزة عبد الكريم المهاجم البرشلوني، يا رب تبقى محمد صلاح. يا ابني والله انت بتجتهد، ويا رب تبقى محمد صلاح، وانا متفائل فيه خير. مش هيجي منتخب. حسام حسن شايف ان في ناس كتير بتلعب في المكان ده، عمر مرموش، محمد صلاح، عنده ناصر منسي، عنده مصطفى محمد. كل ده كان في موضوع تاني، طبعا دي اشاعة ان هو عايزينه يجنسوه في اسبانيا عشان يلعب تحت 17 سنة. الكلام ده عاري تماما من الصحة، مش موجود اساسا، فنكوش. كل ده فنكوش. فكده كمنتخب. والقايمة طبعا هتتعلن ايه يوم 20 بعد اخر ماتش في الدوري. يا رب يا كابتن حسام تفكر وانت بتختار القايمة، يا رب. هي كده 1 2 3 4، اللي هو متاخدش كوبي بيست من القايمة اللي هي بتاعت ماتش ايه، ماتش اسبانيا. اسف سوري، ماتش اسبانيا. فكر. مش لازم اهلي والزمالك وبيراميدز، عندك سيراميكا فيها لعيبة، عندك انبي فيه لعيب، عندك سيراميكا فيها لعيبة وانبي، وعندك مش بيراميدز، لا اسف، وعندك المصري فيه لعيبة حلوة كتير، عندك الاتحاد. فبلاش تختار من الاهلي والزمالك كده. اه انت هتاخد من الاهلي والزمالك نص 3/4 القايمة مع المحترفين. و انا اقولها لك ازاي، اللي هو ايه، طعم المنتخب كده بشوية شباب كده حلو. يعني انا نفسي تاخد حمزة عبد الكريم، نفسي والله، امل يعني ممكن يجي معاك تتزنق هو اللي يبقى، يعني هو هيبقى الخامس المهاجمين او السادس، بس انت ممكن ده يخايش معاك وده يخايش معاك وده يخايش معاك وده يخايش معاك، وتختار هو اللي ينجح. ف يعني ربنا يوفق المنتخب وخير ان شاء الله. انا متفائل بكاس العالم دوت، وكابتن حسام متفائل بكابتن حسام، وهيوصل لمراحل حلوه في كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كابتن حسام بقى والتجديد، كابتن حسام كده كده هيقدم مع المنتخب. كابتن حسام هيخش كاس العالم، هيخلصه يطلع يقدم مع المنتخب، او قبل كاس العالم على طول، بس اعتقد لا، هو هيخش كاس العالم وهيطلع، او هيطلع يقدم مع المنتخب على طول ان شاء الله. يعني هو كابتن حسام اصلا يعني حدث ولا حرج، يعني مع المنتخب هيأدي، وهو اصلا راجل حماسي وراجل بيدي اللعيبه روح كده بيخليها في الملعب حاجه تانية. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كابتن حسام حاجه. اخر نقطتين بقى بالنسبه للاهلي والزمالك. الاهلي في معسكر اعداد هيعمله في هولندا يا تركيا، والزمالك في شركه رايح هتعمل له فتره اعداد قبل الدوري الجديد، بس لسه ما رسوش على الدوله اللي هيعملوا فيها المعسكر. ده كده اخر خبرنا على الاهلي والزمالك. نقطه بقى صغيره، الاسماعيلي هتوحشني، والله هتوحشني. القطب التالت في الكرة المصرية خلاص كده، يعني من أسوأ الحاجات اللي حصلت وسمعتها. هينزل درجة تانية، مفيش بقى حاجة اسمها نلغي الهبوط وبتاع. السنة اللي فاتت كانت حالة، السنة دي لأ خلاص كده، اسماعيلي ودع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السنة اللي بعديها هلاقي الإسماعيلي تاني في الدوري الممتاز إن شاء الله. اهتموا بالإسماعيلي يا جماعة، الإسماعيلي ده نادي كبير، بص عليه يا دولة، بص على الإسماعيلي شوفيه محتاج ايه. حوار بقى دمج الأندية والكلام ده أنا مش واكل معايا الصراحة، ما أعتقدش إنه هيتنفذ كده كده يعني، ومش عايز أتكلم عليه أصلا يعني. أنا أكبر من إن أنا أتكلم عليه عشان ده حوار مش هينفع يعني. أندية الشركات هتنجم أندية الجماهيرية وهيخلوها باسم معين، فاشل.
اقتراح فاشل يعني، فاشل ومش هيتنفّذ. بس كده، ده كده كل أخبارنا اليومين اللي فاتوا عن الأهلي والزمالك وكل حاجة. يا رب تكونوا استمتعتوا. أرجو شير، سبسكرايب، ولايك وكومنت لذيذ كده فرحني بيه بس. وأشوفكوا على خير. سلام.